الأطفال بروحوا عند طبيب الأطفال، والكبار بروحوا عند طبيب الكبار، والحيوانات بنوديهن عند طبيب الحيوانات. في معي هون طبيبة بيطرية اسمها ماكستافينيز، ومعي كمان كلب حرام واجره كتير عم بتوجعه، ووديناه عند الطبيب البيطري. تعال نشوف ايش بيعمل له الطبيب البيطري. ايش بيعمل؟ بفحصه بالسماعة، كمان بفحص له الحرارة، هات نشوف ايش بعد بيعمل. وبعطيه تطعيم، بدقوا ابرة. شايفين كيف بدقوا ابرة؟ بعطيه دواء، وده كتير اجره كانت عم بتوجعه. شوفوا ايش بيعمل، بلفله اياها، او بحط له كمان بلاستر. هتنشوف ايش بعد بيعمل الطبيب البيطري للحيوانات. شو عم بيعمل؟ عم بقص الاظافر، عم بقصر لن شعرهم. شو بعد؟ عم بمشطهم، عمالن كمان بحممهن، وبحكي لنا ايش نطعميهن ونحط لهن اكل عشان نهتم فيهن ما يمرضوش ولا ينقلوا لنا الامراض. يا هذا حطينا له هون اكل. بس الحيوانات اللي بجيبن انا مسموح نقرب عليهم. ده انتوا طلعتوا بريت الصف، كنتوا تلعبوا بالساحة، كنتوا بمشوار مع الماما والبابا، كنتوا عند التيتا وشفتوا حيوانات بيشبهوا اللي انا بجيبهن، ممنوع تقربوا عليهن. بس اللي بجيبهن انا